السلام عليكم، أهلا بكم. معاكم كريم. في البداية بتمنى لكم يوم سعيد. مدينة مبنية بالكامل على الأسرار محدش يعرف عنها حاجة من العالم الخارجي، اتأسست بعد وباء بيحول البشر إلى أموات سائرون. زومبيز انتشر حول العالم كله، وما بقاش غير أكبر 3 مدن موجودة على الخريطة: أوهاما وبورتلاند والجمهورية المدنية. الجمهورية دي بيوصلها ريك جرايمز اللي كان قائد وسط أهله، وقدر بقدراته الرائعة وحسن إدارته يجتاز بيهم الأهوال مع مراته ميشون، لكنه اضطر يضحي بنفسه بعد ما اتصاب وفجر الجسر قبل ما يوصل لهم الأموات، لحد ما تم إنقاذه ووصل الجمهورية المدنية. لكن المدينة دي اللي بيدخلها مش بيسمحوا ليه بالخروج علشان محدش يعرف أصلا بوجودها، وبالتالي بيستفادوا من أي حد ينقذوه حتى لو كانوا هيفضلوا مكبلين بالأغلال. لكن ريك مش أي شخص، لأنه عنيد، وكل اللي بيشغل تفكيره هو إزاي هيقدر يرجع لمراته ميشون وبنته جوديس. وبعد مرور 5 سنين من حادثة الجسر أثناء مهمة للقضاء على الزومبيين بعد اندلاع حريق وسط الغابات، بيحاول يهرب، ولأنه مربوط من إيده بيقطعها وبيحاول يهرب رغم النزيف، لكن الحارس بتاعه بيطارده وبيرمي عليه زومبي، لكنه بينجح إن هو يتخلص منه وبيحاول يكوي إيده بالنار علشان يقدر يوقف النزيف. بس الصوت بيدل الحارس عليه ويكهربه ويفقد الوعي. ومن شدة حبه لمراته ميشون دايما بتزوره في أحلامه. بس ازاي يقدر يهرب وسط مدينة فيها مئات الآلاف من البشر بيحرسها أقوى جيش في العالم حاليا، ولازم يشتغل فيه مهمات لأنه مش من أهل المدينة؟ بس بيتضح إن الحكاية أعمق من كده بكتير، لأن أي محاولة للهروب كانت بتقابل على طول بالموت. لكن أوكافور بيحميه، وممكن يبان إن هو أكبر صديق ليه لأنه محتاجه ينضم للجيش، لأن هو في اعتقاده إن عنده إمكانيات كبيرة جدا ممكن تفيده في خطته السرية، رغم رفض ريك التام لده، لأن كل همه إن هو يرجع لأهله وبس. وأثناء ما هو مشغول بيفكر في الكلام بتقابله برقوقة وبتشكره، لأن محاولته للهروب دي كانت سبب إن هي تتأكد إنها مش هتقدر تهرب من هنا. لكن الرغبة والإرادة في العودة بتاكله من جوه مع الشعور بالعجز. وأثناء ما هو قاعد جاست تشيلين كده بيقابله استيبان، صديق ليه من هناك، وبيزفله النبأ سعيد إن هو خلاص هينتقل علشان يشتغل نائب مدير للمية في المدينة الكبيرة، وبينصحه يقبل بالانضمام للجيش فعلا، يمكن ده يديله فرصة جديدة علشان يهرب. وده بيخليه فعلا إن هو يفكر يروح، فبيروح يلبس لبس الجيش وبيروح يقابل أوكافور علشان يقول له خلاص ما أنا موافق، وبينضم للجيش فعلا. وأثناء التدريبات بيفاجأ إن البت برقوقة انضمت هي كمان. لا البت عافية وقادرة ومفترية، وبيتدرب تدريب عسكري محترم بعد ما كان شرطي زمان، وبيدربوه على قيادة المروحيات، وبيشوف اللواء بيل أحد قادة الجيش وبيدوله إيد صناعية بيخرج منها زنبوق. لكن كل ده غطاء، لأن هو لسه بيحلم بمراته وبيخطط لليوم اللي هيهرب فيه ويرجع لها. لكنه بيصحى على خبط أوكافور على الباب اللي بياخده هو وبرقوقة في مهمة، لكنه في الواقع بياخدهم للخراب، مكان آمن بعيد عن العيون، وبيقول لهم أنا مش بجهزكم علشان تكونوا جنود، أنا محتاج قادة. كل الناس اللي بنلاقيهم بيبقوا إما فئة ألف أو فئة ب، القانعين والمستسلمين تماما بيبقوا فئة ب، أما القادة اللي الناس بتمشي وراهم فئة ألف، لكن بيتم إرسالهم خارج الأسوار للموت. علشان كده أنا حاربت علشان تفضلوا هنا، لأنكم فئة ألف، وهقدر بيكم أغير كل حاجة للأفضل عن طريق أنكم تبقوا جزء من قادة الجيش المدني. حتى بعد ما برقوقة حاولت تقتله، حتى بعد ما حاول ريك الهروب، بس ازاي هيقدر يثق فيهم بعد كده ان هما مش يشوا بيه للقادة، او ان كانوا هيوافقوا اصلا يبقوا معاه؟ بس ده لانه من جواه مصدق انهم هيستغلوا اي فرصة لانقاذ العالم. وبيبان قد ايه الاختلاف ما بين ريك وبرقوقة كانت زيه عايزة الماضي، لكنها خلاص تأقلمت على المكان، لكنها بتديله فرصة ان هو لو احتاج مساعدتها فعلا هتساعده. وفي يوم بيزوروا اللواء بيل وبيسأله اذا كان اوكافور بيخطط لحاجة ولا لا، لكن ريك قال له ان اوكافور مش بيخطط لحاجة، ورغم خبرته الكبيرة الا ان هو ما قدرش يعرف ان ريك بيكتب عليه. وفي الاثناء بيقابل استيبان تاني، ومن الخريطة الخاصة بمهمته الجاي بيدله على نفق تحت الارض هيوديه لمكان يقدر يهرب منه، بس في قفل هيلاقيه وبيديله الكود بتاع القفل ده علشان يفتح. واخيرا بعد سنين لقى طريقة يهرب بيها فعلا، ولقى جثة زومبي وقطع ايديها وعلق عليها التاجات اللي عليها
اسمه ولبسها خوسته، وقرر يولع في المكان كله وفي عربية البنزين علشان يتأكدوا ان هو خلاص مات ومحدش هيلحقه. اخيرا هيرمي البومبة ويفرقع كل حاجة، لكن بيوصل زومبي ويقتله ويقتل زومبي كمان، لكنه بيلاقي بنت صغيرة بتجري ناحية الزومبيين، فبيرمي البومبة في البلاعة ويجري علشان ينقذها بسرعة، لكنهم اتلموا عليه وكانوا هيقطعوه، لكن برقوقة بتظهر وبتنقذه وبترميله خوسته علشان يلبسها ويرجع معاه، وبتقول له ان اوكافور عارف عنك كل حاجة ولو هربت هيطاردك انت وعيلتك كلها. بالتالي بيضطر يرجع معاه علشان يتأكد من الكلام ده، وبيروح على اوكافور علشان يعرف ايه اللي هو يعرفه، وبيتضح فعلا ان هو عارف ميشون وجوديس بنته من الورق اللي كان بيكتبه، وبيقول له لو هربت انا هقتلك وهقتل اي شخص تعرفه علشان اضمن سرية المدينة دي. لكن ريك بيقول له فوق، مش من حقك تتحكم في العالم، مش من حقك تتحكم فيا. بس هو ما تحكمش فيه، هو اللي اختار بنفسه. لكن ريك اختار مراته وعيلته، وبيضربوا اوكافور ويقول له انا ما قصفتش لوس انجلوس واتلانتا، بس انا قصفت المكان اللي فيه مراتي وقتلتها بنفسي هي و4000 غيرها لانها ما كانتش موافقة على اللي هعمله. لكن ريك مش قادر يفهم يابا الكلام ده وعايز يرجع وبيقول له اقتلني، لكن اوكافور بيقول له انت اخترت يا ريك، حارب علشانهم هم. وبيقول له هيبقى في اجتماع للقادة، قادة الجيش، بعد سنة انت وبرقوقة هتكونوا قادة في مشروع فريق التحويل، وهتكون دي هي بداية طريقكم للسلطة. وبيفوق ريك على خبر سقوط مدينة اوماها علشان خاطر ظهرت للعلم، بالتالي اتهاجمت وسقطت. وبتقول له برقوقة ان وجود المدينة في السر هي اساس النجاح، وبتقول له البنت اللي انت انقذتها دي خرجت للموت بعد ما مات كل افراد عيلتها، والاتنين الاموات اللي انت قتلتهم هم ابوها وامها. وبتقول له اوكافور راجل صالح هدفه انقاذ العالم. وخلاص ريك على شفا اما الانتحار او انه يسير على نهج اوكافور، لكن الانتحار هيخليه يموت بلا طائل، بالتالي بيقرر ان هو يقبل طريق اوكافور. وخلاص ما بقاش شايف ميشون، لا هي ولا بنته، ولا شايف حاجة في العالم الا هدف واحد، انقاذ العالم. وبيحرق كل اللي بيفكروا بعيلته، وخلاص ميشون بتتحرق في احلامه. وفي رحلة مع اوكافور بيحكي له عن ابوه اللي حرق المزرعة علشان ينقذهم، وبقى عنده حظيرة جديدة وبيت جديد. وبعد الحريق ده قدر يحقق الحصاد الافضل في العام اللي بعديه. وبعد ما بيتأكد اوكافور ان هو خلاص بقى معاهم، بيقول له لما يجي الوقت اقسم على السيف وهتفهم معنى كلامي ده بعدين. بس فجأة بترشق قذيفة في اوكافور وتفجروا تمام، وبتتعرض المروحية لهجوم شديد وبتقع بيهم، ولما بيخرجوا بيترمي عليهم قذايف وبيتعرضوا لهجوم كاسح. وبيجي حد بيهاجم ريك بس بيرفع خوسته وبيكتشف ان هي ميشون مراته مع لغز كبير. هل هيكمل في مهمته لإنقاذ العالم ولا هيرجع لريك القديم؟ ريك فجر الجسر واعتبروا الجميع ان هو مات، لكن بعد 6 سنين مراته ميشون بتكتشف ان هو لسه عايش، وبتقرر تروح علشان تدور عليه. وفي الطريق بتلاقي عايدة وبيلي محتاجين مساعدة فبتساعدهم، بس بتكتشف ان اللي ساعدتها دي اخت قائدة لجماعة من الناجين اللي بيرفضوا يساعدوا بعض اصلا، يقع منهم بيمشوا ويسيبوه عادي. وكل اللي بتطلبه ميشون انها تديها حصان، لكن القائدة بتتحايل عليها والنبي اقعدي معانا ورافضة تديها حصان. لكن ميشون بتصر انها خلاص تمشي، هو مش عايزة حاجة منهم، لكنهم بيحذروها من هجرة الاموات من الشمال للجنوب. وفي اللحظة دي بيدخل ناد خبير المفرقعات اللي بيوبخ القائدة لانها رفضت ترجع تنقذ اختها، بس بيكتشف ان عايدة لسه عايشة وان ميشون انقذتها، ولان هو الصديق المقرب لعايدة وبيلي بيقرر ان ميشون تقضي معاهم ليلة واحدة علشان يجهزوها كويس بالمعدات اللي تساعدها ويدوها حصان وتمشي بعد كده لو عايز. وبالفعل بيدوها الدرع واسلحة رغم ان هم شايفين انها مش هتوصل اصلا لمحطة بريدجز اللي في الشمال. وبتحاول تتواصل مع بنتها لكن بعد المسافة بيخلي الاتصالات تقطع، بتخلص على اي زومبي قابلها، لكن بتكتشف ان الهجرة حقيقية فعلا. وبتلاقي قدامها قطيع ضخم من الزومبيز. يا ساتر يا ساتر، دي هتخلص منهم ازاي دي؟ وبتطلع قذيفة من اللي خدتها من نات وتحاول تعمل ثغرة يمين علشان الزومبيز يتلموا عليها، وبتستعد علشان تعمل ثغرة شمال عشان تفتح الطريق، لكن زومبي شايل غاز ومتولع فيه بيخرج من وسطهم يفرقع ويوقعها. يا ابني، وده بيخلي كل الزومبيين ياخدوا بالهم ويروحوا ناحيتها، وخلاص ما قدامهاش غير القتال. لكن فجأة
بيحصل انفجار يمين وشمال يخلي الزومبيز يتفرقوا ويفتح الطريق من وسطهم. وبتكتشف ان اللي ساعدها عايدة وبيلي ونات ومعاهم مجموعة من جماعتهم قرروا ان هم يتخلوا عن خوفهم. وبما ان نات خبير مفرقعات وبيلعب بالنار عنده لازمة كده ان هو يقعد يلعب بالولاعة بتاعته اللي خدها من جوز امه اللي اسمه خطر، اللي كان بيحبه جدا وبيساعده في شغله، لكنه مات بغلطة في تشغيل الحاجات اللي نات صنعها له. واثناء ما هما ماشيين جاست تشيلين كده بتظهر مروحية من مروحيات الجيش المدني، وفجأة بيو بترمي قنابل غاز الكلور اللي بيدمر الرئة. وبيحاولوا يهربوا ويدخلوا مبنى، لكن خلاص عايدة بتخلص وبتقول لها ارجعي لعيالك في فرجينيا. وبتروح تدور ميشون على اسطوانات اكسجين علشان تنقذهم، لكن لما بترجع بتلاقي عايدة اتحولت لزومبي، لان اللي بيموت في العالم ده بيتحول لزومبي. ومن الألم والحسرة بتخلص عليها والدموع في عينيها. وبتروح تدور على بيلي ونات، لكنها بتلاقي بيلي مات هو كمان وتحول، وبتضطر تخلص عليه هو كمان يمكن يلاقي السلام من العالم المتوحش ده. وبتركب الأكسجين لنات وليها علشان تحاول تعالج التهتك اللي حصل في الرئة بتاعتهم. وبياخدوا وقت علشان يقدروا يرجعوا يمشوا أصلا تاني، فما بالك القتال. وبعد فترة من الوقت بتدي نات الخريطة لألكسندريا مجتمعها علشان يروح على هناك، لكنه بيقول لها لا أنا محلتيش غيرك دلوقتي وهفضل معاكي رغم إن أنا عارف متأكد إن إحنا رايحين للموت. وبياخدوا معاهم زومبي حنطور ويتحركوا لمحطة بريدجز الميناء الآمن، لكن لما بيوصلوا بتكتشف ميشون إن الميناء الآمن ما بقاش آمن، وحرقوا كل اللي كانوا موجودين في السفينة الضخمة دي وكلهم أموات. وبتبكي على ريك ده خلاص اتأكدت إن هو مات. وعلى الرغم من كده نات بيقول لها اتعلمي ما تتخليش عن قناعتك لفترة أطول، أو على الأقل ده اللي مكتوب باليابانية على التليفون اللي انت لقيتيه. لكنها بتقول له انت كنت بتقولي ارجعي لعيالي، لو كان عايش فعلا كان رجعلي. لكنه بيشجعها ويقول لها هو لسه عايش وهتلاقيه وترجعوا لعيالكم. وبيكملوا في طريقهم فعلا، ولسه بتحاول ميشون تكلم عيالها لكن بلا جد. لكنهم بيشوفوا مروحية الجيش المدني، بس المرة دي مش هيهربوا وهيحاربوهم. وبيبدأ نات يجهز السلاح الجديد اللي أول مرة يستخدمه، وبيضرب قذيفة على المروحية لكنها مش بتصيبه، فبيضرب عليهم تاني وتالت لحد ما بتقع فعلا ويخرج منها ناس ويضرب عليهم قذيفة، لكنهم بيضربوا عليهم نار. وتقول له ميشون خليك انت بقى هنا يا اسطى انا هروح له. وبيأمنها نات من ورا، وبتروح ميشون بالسيف وكل اللي في دماغها حاجة واحدة بس، الانتقام بسبب اللي حصل لعايدة وبيلي. وبترفع الخوذة عن كل واحد فيهم عشان يشوف انتقامها بعينيه قبل ما يموت، لحد ما بتلاقي ريك وكل مشاعر الانتقام بتتحول فجأة لخليط من مشاعر الضعف والفرح. وبيسألها هي جودس بخير، وبيأكد لها ان هو مش معاهم لكنها واثقة من ده. بس فجأة الخوف بيظهر على ريك ويقول لها هم جايين، لازم ما تقوليش اسمك، قولي ان انت ساعدتي الجنود بعد ما تعرضوا للهجوم. اوعي يا ميشون تظهري طبيعتك كقائدة قوية، ابوس ايدك مفيش وقت، انا بعمل كده علشان نقدر نرجع. وبيقرب نات ويستغرب ان هي لقيته فعلا، لكن واحد من الجنود بيضربه بالنار وبيجري ريك يقتله، وبيحط السيف في ايد نات عشان يثبت لهم ان هو اللي قتل الجنود. وبيقول لها ريك ما تقلقيش انا هجيلك بعدين، هم هياخدوكي دلوقتي. وبيثبتها بالمسدس. وبتقرب المروحيات فعلا، بس المشاعر متضاربة عند ميشون، هي مش فاهمة حاجة من اللي بيحصل، بس المهم عندها ان هي لقت ريك. وبياخدوها فعلا، واثناء الاستجواب بتعمل عبيطة وانها كان نفسها تبقى جزء من مجتمع آمن، لكن اثناء الاستجواب في حد ما بيراقبها من ورا المراية. وبيجي لها ريك فعلا بعد فترة، بس بتكتشف ان ايده اتقطعت وانه بطل يحاول اساسا يهرب من سنين، لكنه بيطمنها ان هما هيبقوا كويسين، ولو بعت لها رسالة لازم تحرقها بعد ما تقراها. وبتقول له دول بيقتلوا الناس يا ريك، انت قتلت معاهم؟ لكنه بيقول لها لا، اللي بيقتلوا هم اللي بيلبسوا احمر مش انا. وبتسأله نقدر نوقفهم، لكنه بيقول لها للأسف لا، لكنها بتفكره ان هي دلوقتي معاه وهيرجعوا سوا. وبيديها ولاعة نات ويخرج. وبتتحرك ميشون وكل اللي في عقلها، هل ريك فعلا رجع لها
ولا خلاص ده ما بقاش ريك، بقى حد تاني شبه ريك؟ بس لو هو ريك فعلا، ايه اللي مخوفه وخلاه قانع كده؟ فين ريك القائد؟ وبتشوف القدرات الحربية الكبيرة اللي عند المجتمع، بس هل ده مجرد وش القفص؟ واللي تحت في القفص قدرات حربية اكبر بكتير. اسئلة كتيرة في عقل ميشون وعقلنا، بس بنكتشف اللي كانت بتراقبها هي الولية المخبولة جاديس اللي عارفة مين ميشون. ولما ريك بيجيلها بتقوله انا مش هقول لك حاجة عن ميشون، ما هيفضل ده سر من الاسرار الكتيرة اللي ما بيننا، لكنها بتأكد له لو حاول يهرب هتقتل كل اللي بيحبوه، والدم مش جديد عليها، دي سفاحة قديمة، بس بتحاول تفهم منه انت بتخطط ليه بالظبط. جيديس بتنجح ان هي تنقذ ريك جرايمز وتسليمه للجيش المدني علشان يكون تذكرتها للانضمام للجيش المدني والترقية، وده حصل غصب عنه لانها دخلته مدينة مش عارف يخرج منها. بس بتنجح ميشون مراته انها تلاقيه وبيرجع لبرقوقة صديقته علشان تتوسط لها وتدخلها على انها فئة ب علشان الجيش ما يكتشفش ان هي فئة الف ويرسلها للموت. بالتالي بيطلب من ميشون ان هي تخفي طبيعتها كقائدة وفئة الف، لكنها مش قادرة تعمل ده لانها بالفعل شخصية قوية جدا. يمكن حاليا شخصيتها بتطغى على ريك نفسه، وده بيقلق جيديس جدا لان وجود الاتنين مع بعض ممكن يهد الدنيا كلها. والقائد بيل بيرقي برقوقة لرتبة رقيب اول لانه واثق فيها اكتر من ريك اللي لسه مش محدد هيآمن ليه ولا لا، وبيعرضوا عليها اسرار كتيرة جدا اثناء تلخيص أوشلون، لكنها دلوقتي في خطر. لو ارتكبت ميشون أي غلطة هيرجعوا وش البرقوقة، لكن ريك بيأكد لها إنها ما تقلقش، بالتالي هتستعد للاجتماع الكبير اللي هيحضره كل قادة الجيش. وخلاص ريك بيجهز لعملية الهروب وبيدي ورقة بالتعليمات لميشون وبيسيب لها خريطة ومفتاح للمكان اللي هيتم منه الهروب، وبيسيب لها سيف الكتانة بتاعها لكنه بيتأكد بنفسه من أمان المكان من الزومبيز. لكنها بتلاقي بوابة حجز الزومبي وبقية الزومبيين على وشك ان هم يهرسوه علشان يدخلوا بمجرد ما شافوها قدامهم، لكنها بتقول ملناش دعوة لانها مش عايزة حاجة تشغلها عن الهروب، وبتسيبهم وبتكمل في طريقها. بس لما بتوصل للمكان بتلاقي جثة لابسة نفس لبسها وقارب، وجواب من ريك بيقولها ان هي تهرب لوحدها، هو ما يقدرش يهرب معاها، لو فضلت هنا هيموت الاتنين سوا، وبيقولها امشي لو بتحبيني بجد. لكنها مش مستوعبة ايه اللي بيقوله ريك ده، مين ده مش ريك ابدا. وبيروح ريك لجيديس علشان يتأكد ان هي هتغطي على هروب ميشون، بس برقوقة بتستدعيه بسرعة فبيروح لها عشان يكتشف ان ميشون ما هربتش ورجعت تاني للمدينة وبدأت تجذب ليها الانظار اكتر واكتر. وده بيغضب ريك جدا وبيحاول يفهمها ان لازم حد من جوه يساعد اللي عايز يهرب، وهو هنا علشان يساعدها ان هي تهرب لكنه ما يقدرش يهرب معاه. لكن ميشون مش داخل دماغها كل الهري ده، وبتبدأ ميشون تشكك في نفسها، يمكن كان المفروض اهرب، انا ما بقتش عارفه مين ريك. لكنها بتلاقي الرسام اللي كان بيروح له ريك علشان يرسم ميشون وجودس على التليفونات، وبيقول لها الجمله اللي بيكتبها باليابانيه ادي لقناعتك فرصه اطول، نفس الجمله اللي قالها لها نيت قبل ما يموت. وبتقرر برقوقه تاخدها للخرابه وتستعد علشان تغزها، وبيقلق ريك من ده وبيطلع مسدسه تحسبا لاي هجوم. وبتسالها برقوقه تحبي تاخدي فرصه في ان انت تعرفي كل اسرار المكان، فبتقول لها طبعا يا حلاوه. بالتالي بتسيبها تمشي على اساس ان هي هتجندها زي ما اوكافور جندها هي وريك. وبتستغرب برقوقه ان ريك مسك سلاحه لكنه بيقول لها والنعمه ابدا، انا مسكته بس عشان لو هربت مننا. وبياخدها ويروحوا لقاعده امنيه علشان يحلوا مشكله تفشي الزومبيين حواليه، مع التاكيد من برقوقه لميشون ان هي تطيع الاوامر وبس، وكل المطلوب منها ان هي تقتل الاموات اللي بيعدوا منهم حتى هي معهاش بندقيه، وبرقوقه هي اللي تشيل القنبله بنفسها اللي هيفجروها في تجمع الزومبي. لكن لما بتحاول تزق القنبله تقيله عليها، والبت سوف يفهم مش عارفه تحركها لوحدها وسط ما هم عمالين يقتلوا في الزومبيين. لكن ميشون رغم رفض برقوقه بتاخد القنبله وتروح بيها ناحيه الزومبيين ومش خايفه، وبتحاول برقوقه ترجعها لكن ولا الدموع يوم. وبتفضل ماشيه لحد ما بيجي ريك ويساعدها ويفعل القنبله، ويجري الاتنين لحد ما بتنفجر. وبتقول له يلا نهرب يا ريك، لكنه بيقول لها مش بالطريقه دي. وبيرجعوا يساعدوا برقوقه والفرقه في قتل الزومبيين، لكن اثناء ده الشيطان بيلعب بعقل برقوقه وبتوجه سلاحها ناحيه ميشون، وخلاص عقلها بيقول لها دوسي على الزناد واخلصي منهم، لكن بيشوفها ريك ويقف قدامها ويقول لها فوقي. بالتالي خلاص برقوقه مش طايقه تشوف وشها، لكنه بيحاول يقنعها انها بس كانت
كانت عايزة تساعد ولسه مش مستعدة، لكنها بتقول لريك لازم تفوق بقى خلاص، انت قريب انت كمان هتترقى وتاخد تلخيص اشلون. واخيرا بتظهر جيديس قدام ميشون علشان تبوظ علاقتهم اكتر واكتر، وريك خلاص جاب اخره بيقولها لو ما خرجتيش بمزاجك هبطحك على نافوخي واخرجك من هنا بالعافيه، وبيلمح لها ان خلاص علاقتهم انتهت. واثناء ما هم راجعين في المروحيه ميشون بتديله نظرات مرعبه. الله، هي في لحظه فعلا ممكن تفتك بيه مين ريك ده علشان يفقدها وعيها. وهوب بتفك حزام الامان وتاخده وتنط بيه من المروحيه، لكن لحسن الحظ بيقع في الميه ويعوموا لحد ما يوصلوا لبنايه غريبه مجهزه على اعلى مستوى باجهزه ذكيه بتشتغل لوحدها وتعديل تلقائي للتكييف. بس اخيرا ريك وميشون لوحدهم، يا ترى هتعرف ايه اللي في دماغه ومشقلب حاله ولا لا؟ لان اول حاجه بتيجي في دماغ ريك ان جهاز استدعاء قوات الجيش وقع منه، وبيلاحظ ريك ان في حد غز ميشون في ظهرها، وبتلاحظ ميشون ان ريك بيبص على جهاز الاستدعاء بتاعها وبتبدي اعجابها بالرساله اللي سابها لها في القارب. يا واد يا شاعر انت، اقول لك خد اكتب بقى، خد اكتب رساله تانية لاولادك اللي مستنيينك في البيت. بس ايه ده؟ ولادي؟ ريك ما يعرفش ان عنده ابن منها، وبتقوله لما فجرت الجسر انا كنت حامل ورحنا انا وديرل ندور عليه لحد ما وقفنا علشان اولد ورع ابنك. وعلى طول ريك بيقول لها هاتي الجهاز، انا بحاول احميكوا يا غبيه، لو هربت الجيش هيجي ويقتلني انا وكل اللي بحبهم، انا بحاول احميكي وانت نطيتي بينا من المروحيه يا متخلفه. بس هي عملت ده لانها مش عاجبها طبيعه ريك معاهم، خانع قانع مجرد جندي واقف بياخد منهم التعليمات ينفذها. لكنه بيقول لها انا خايف عليكم، جيدس معاها كل المعلومات عننا، حتى لو قتلتها المعلومات دي هتطلع للنور وهيجي يقتلونا كلنا بعيالنا، انا بحاول احميكم. لكنها يابا مش واكل معاها الكلام ده ولا عاجبها، وبتقول له خلينا نرجع وندمر المعلومات يا ريك ونقتل جيدس ونرجع لبيتنا. لكن ريك مش على نفس الخط معاه، في حاجه مخلياه كده، وبتساله انت ازاي بقيت جبان كده، انت لسه بتحبني اصلا؟ وبيقول لها انا عمري ما حبيت حد غيري، وبتديله الجهاز فعلا. لكن في اللحظة دي بيشوف ان فيه هجوم اصلا كان متخطط ليه عليهم، لانه بيلاقي المروحية بتاعتهم متحطمة وان اللي هي عملته انقذهم فعلا. وبتفرح ميشون لان كده خلاص هم اموات بالنسبة لهم. لكن ريك بيقول لها لا انا مش هرجع معاكي، وبتحاول ميشون تفهم ازاي بعد ما جات لك الفرصة اخيرا انك تهرب عاوز ترجع لهم تاني. وبيقول لها انت شفت بنفسك هم يقدروا يعملوا ايه، لازم اكون موجود هنا علشان اقدر احميكوا احمي عيلتنا، تحسبا لو حصل اي هجوم منهم. انا بحاول اناضل واقاوم من اجل الجميع، بس هتناضل علشان مين؟ انت عندك عيلة، انت مش مدين ليهم بحاجة اصلا. لكنه بيقول لها انا مضطر عشان تبقوا بامان. بس هي مش مقتنعة بالسبب ده، وبتقرر تسيبه وترجع لاولادها وتاخد سكينة وعصاية وتسيبه وتمشي. لكن ريك التردد بيقتله، مش بيقدر يستدعي الجيش دلوقتي، وبيروح وراها. بس بنكتشف ان في مروحيه جايه فعلا، وبتتفاجئ ميشون ان الزومبيز محاصرين البنايه كلها من عند المدخل، وبيجري ريك بسرعه علشان يلحق ميشون، وهوب المروحيه بتضرب صاروخ على مروحيتهم والبنايه كلها، وده بيهز البناية كلها ويكسر الازاز. بس بينجح ريك ان هو ينقذها وبيطلع الاتنين يجروا، وبتكتشف ميشون ان حتى الدكاترة اللي جوه ماتوا وتحولوا لزومبيز، والبناية بدأت تنهار والزومبيز محاصرينهم، وبيلاقوا جثة لواحدة من المكان وسايبة رسالة. البناية اللي كانت عايزة تعيش منعزلة عن العالم وتعيش على الابتكار والتطور، لكن كل ده ذهب أدراج الرياح. الفكرة والإيمان بإمكانية إنقاذ العالم أثناء ثورة الزومبيين فكرة بتؤدي دايما للهلاك. وبتقول له ميشون ابنك دايما بيلقبك بالرجل الشجاع، لكنه بيقول لها انا خلاص انا ما بقتش شجاع، ما كانش المفروض تيجي وراي. وبتبكي ميشون لانها سابت عيالها علشان تدور عليه، ومش عارفه اصلا هما ممكن يحصل لهم ايه. ريك اللي اعرفه مش ممكن يتخلى عني، مش ممكن يتخلى عن عيلته ابدا. وبيقرر ريك يخرجوا من هنا الاول، وبيخرجوا فعلا ويقتلوا كل الزومبيين اللي يقابلوهم في وشهم. محدش فعلا يقدر عليهم هما الاتنين، بس الاتنين بيغزوا زومبي واحد وبيعصها ريك بالدم وحياته. لكن اثناء ما هما بيهربوا من البنايه بتنهار اكتر واكتر، وبتقع عليهم نجفه كريستال عصفور، لكن النجفه حبست ميشون تحتها ومش قادرين يرفعوها. الله، الزومبي كمان جايين، وبتقول له ميشون اهرب يا ولد، لكنه مش هيسيبها ابدا، وبدا يفكك النجفه وهي بتحاول تقتل الزومبيز اللي بيقربوا، لكنهم بيقربوا منها اكتر وبتعمل منهم سيخ كباب. بس الاعداد بتزيد، بالتالي بيضطر ريك يزيح
مكان ويرفع النجفة فعلا ويحررها، فبتشكره، لكن هو بيقول لها اوعي تشكريني ابدا. وبيطلع الاتنين يجروا على الأوضة اللي خرجوا منها اصلا لان الجزء ده من البناية لسه منهارش. وبيسألها ريك مين اللي زرع لك الوردة دي في ظهرك، وبتقول له انها واحدة صديقتها من ايام الجامعة قوتها في الكسندريا، لكنها خطفت جوديس واولاد تانيين لانها كانت مختلة واضطرت ميشون تقتلها. وخلاص بدأت البناية تنهار ويقول لها ريك لازم نهرب من هنا، لكنها بترفض لانهم لازم يقرروا هيعملوا ايه قبل ما يمشوا. وبيقول لها لما سبتيلي الجهاز ومشيتي حسيت ان قلبي بينتزع مني لاني بحبك يا ميشون. انا كل يوم كنت بحلم بابنك كارل لحد ما بقيتش احلم بيه، وبعدها كنت بحلم بيكي لحد ما بقيتش احلم بيك. انا خايف يا ميشون، انا اخيرا اتعلمت ان انا اعيش من غيرك. ما اقدرش امر بده تاني، ما اقدرش افقدكم تاني، لان انا لو فقدتكم هموت يا ميشون. ما اقدرش اعيش في العالم ده لو فقدتك تاني يا ميشون. وهو ده اللي حولني الجبان، خايف عليكم عشان ما مرش بده تاني. لكنها بتقوله لو كارل معانا دلوقتي يا ريك كان ايه هيبقى رأيه؟ كان هيقول ايه على الفرصة التانية اللي بقت في ايدك انك تكون مع الناس اللي بتحبهم؟ وبتقول له احنا هنرجع لهم يا ريك وهنتجوز اي حاجة الحب اللي ما بيننا بكل ما اوتينا من قوة على قدر ما نقدر. يلا بينا يا ريك، يلا بينا ننزلوا به. بالتالي بيقرروا سوا خلاص يسيبوا البناية قبل ما تنهار، وهو ده اللي كلنا كنا مستنيينه بفارغ الصبر. بصوا هو الدويتو ده منه ليها كده بقى صد رد، مان تو مان، وجها لشخص، مفيش حاجة تقدر توقفهم او تقف قدامهم. وبيخرجوا على اللوبي قبل ما البناية كلها تنهار، وبيركبوا عربية بيكتشفوا ان هي عربية هجينة شغالة بالكحول وفيها وقود كافي يرجعوا بيه للديار. وبالفعل اول ما بيتحركوا بالعربية البناية كلها بتنهار، وكأن البناية دي بتمثل الخلاف اللي كان بينهم اللي انهار خلاص. بيروحوا في أقصر طريق لمدينة ألكسندريا، لكن وهم في الطريق بيشوفوا أنواع غريبة من الزومبي، وبيوصلوا لمحل غريب وبيلاقي ريك قلادة بتبدأ بحرف الميم بياخدها، وبيلاقوا يافطة غريبة مكتوب عليها احموا الناس من الناس. وبيسمعوا بسرعة صوت ناس بتستغيث وبيجروا عليهم، بيكتشفوا نوع جديد من الزومبي جلدهم حجري صلب لكنه قابل للكسر، وبينقذوا البنت والولدين وبتديهم ميشون نودلز، لكنهم للأسف بيثبتوهم بالمسدسات عشان ياخدوا منهم كل حاجة. ولسه هيتكلموا لكن ميشون وريك بيجردوهم من أسلحتهم، لكنهم بيستغربوا ان في ظل كل اللي بيحصل ده بيساعدوا الناس فعلا بلا مقابل. لكن ريك وميشون بيخلوهم يوعدوهم ان هم مش هيأذوا حد علشان يسيبوهم وما يقتلوهمش. وبتاخد ميشون النودلز والمسدسات وبتمشي هي وريك. وفي الأثناء بنشوف الأب جابرييل وسط الأدغال بيسمع صوت مروحيتين بيشتتوه وكانوا هيكونوا السبب في موته. وفي الماضي قبل 3 سنين أثناء ما الأب جابرييل في الغابة بتظهر جيديس أوان بعد غياب، لأنه هو الوحيد اللي كان مصدق إنها إنسانة كويسة، لدرجة إن هو شايف لسه إن في صراع جواها ما بين الخير والشر. هي مش شريرة شر خالص. وبيقولها إن ريك مات قبل ما يعلن جوازه بميشون ويديها الخاتم، وبيطلب منها مساعدته هو ومجتمعه، لكنها بتقول له أنا آسفة الموضوع مش في إيدي. فبيديها الخاتم بتاع ريك لأنه رمز للحب والإيمان، وبتتفق معاه إنها هتجيله العام القادم في نفس المكان ده في نفس التوقيت. وبيقولها هجيلك لو فضلت حي. وفي الحاضر بتدرك ميشون إن الجملة اللي كانت على اليافطة حقيقية، حماية الناس من الناس، لأن كل واحد من البشر بيقول يلا نفسي ومش مهتم بمساعدة غيره. بس هنا تقع المفارقة، مش ده اللي هي كانت بتنتقد ريك عليه لما كان عايز يساعد غيره والعالم من جوه الجيش المدني. وأثناء ما هما نايمين بيجي شخص ما ملثم ويفكك أفخاخ ريك وبيخش عليهم اوضه النوم، وبنكتشف ان هي جيديس وهو بترفعهم وتؤمر ميشون تربط ريك في السرير وبعدها تربط نفسها. وبتشكرهم قوي لان موتهم هينقذ مجتمع الكسندريا لان الجيش مش هيطاردهم. وبتضرب النار لكنهم بيهربوا على اخر لحظه، وبترمي عليها ميشون فاس في كرشها وبتهرب جيديس، لكن بيتدخل ريك قبل ما ميشون تقتلها لانه لازم يعرف مكان الملف الاول اللي هي شايلاه. واثناء المطارده بتقول له ميشون لازم نقتلها وملعون الملف هنتعامل معاه بعدين. وبيخبطوا عربيتها وبتقع في منحدر وبينزلوا علشان يروحوا وراها بعد ما عربيتها
رزقت في شجرة مثمرة، وبتوصل جيدس للتلاتة اللي قابلوا ريك وميشون وبتوعدهم ان هي هتاخدهم على مدينة فيها كل خيرات ربنا بشرط ان هم يساعدوها في قتل الاتنين اللي بيطاردوها. واثناء ما بيتتبعوا الدم ريك بيحاول يقنع ميشون ان هم ما يقتلوهاش، يمكن آن اللي جواها لسه موجودة وترجع على عقلها. وبيوصلوا لبيت ما وبيلاقوا آثار دمائها، وبيلاقوها فعلا، لكن بيتضح ان هو كمين بمساعدة التلاتة وبيرفعوا ميشون وريك. وبنرجع للماضي قبل سنة في نفس الميعاد، بتيجي علشان تقابل الأب جابرييل وهو كمان وبيحاول الأب جابرييل يقنعها انها ترجع معاه لأن آن القديمة لسه موجودة جواها، وهو مقتنع جدا بده، وإلا ليه بتيجي تقابله أصلا كل سنة. لكن جيدس اللي جواها بتتقلب وخلاص على وشك ان هي تقتله، لكنه متأكد انها مش هتقتله وبتسيبه ويمشي. فعلا لسه في صراع جواها ما بين جيدس الشريرة وآن الطيبة، والأب جابرييل واثق انها هتجيله بعد سنة. وفي الحاضر بيحاول ريك يقنع التلاتة انها بتخدعهم، لكنهم خلاص مش فارق معاهم، هم عايزين ياكلوا ويشربوا. وهوبا ريك وميشون بيرقدوهم والأموات بيقتلوا البيت، وجيدس بتضرب عليهم النار وبيحاولوا ينقذوا البيت لكنهم بيموتوا معاه. وبيحاول ريك يقنع جيدس ان هي ترجع لعقلها، لكنها خلاص مش شايفة الا الجيش المدني ومخلصة ليه اخلاص تام. وبتقول لهم انا مش خايفة، لو مت بأي طريقة الملف هيطلع وهيقتلوا اولادكم وكل مجتمعكم. وبتطلع لهم وبتسلم نفسها للزومبيز، وميشون بتتمنى لو تقتلها لكنها مش بتقدر، وبيخلص الطلق لكنها بتجري قبل ما جيدس تضربها. وجيدس بتقول لريك كنت خلاص القائد بيرل هيعرض عليك خلاص ملخص إيشيلون، كنت هتدرك حجم وقدرة واهداف الجيش المدني، بس خلاص دلوقتي هيموت كل مجتمع الكسندريا بما فيهم ولادكم. وبتقول ميشون هي فعلا معاها حق، انا كنت معمية ومش شايفة. وبتتفق هي وريك مع جيدس ان ميشون تروح تجيب علاج ليها يساعدها توصل لموقع الاجلاء، وريك هيسلم نفسه ويقولوا ان ميشون ماتت. وجيدس بتوافق على الاقتراح ده، وبتخرج ميشون وترمي كل اسلحتها، وبيخرج ريك ويرمي كل اسلحته ويطلب من جيدس ترمي اسلحتها لكنها بترفعه وخلاص هتقتله. في اللحظة دي بتظهر ميشون وترفعها وبيهاجمها الزومبي، وبتحاول ميشون تنقذها لكن كان خلاص فات الاوان. الزومبي بياخدوا حتة من رقبتها وبتقول لريك انا خسرت مجتمعي وخسرت كل حاجة وزهقت من الخسارة، ما كنتش عايز اخسر تاني علشان كان ضميت للجيش المدني عشان اكسب وما اخسرش. وبتقول له على مكان الملف جوه المدينة، وبتناشده يسيب الجيش المدني يرجع العالم. لكن ميشون بتقول لها لا، احنا هنجيب الملف وهو هياخد تلخيص إيشيلون وهنوقف الجيش المدني. وبتقول لهم آن يا ريتني مت رسامة بسلام. وبتدي ريك خاتم الجواز اللي اداهولها جابرييل وتقول له خليني اموت على ايديك زي ما انت وعدت. وبيخلص ريك فعلا وينهي معاناتها. واثناء ما هم رايحين على مكان الاجلاء ريك بيتقدم رسميا لميشون ويقول لها انت الحاجة الوحيدة اللي مخلياني متمسك بالعالم المحطم ده، انا ليكي للابد. وهي بتقول له انا ليكي يا حبيبي. وبيستنى الاب جابرييل مجيء آن، لكنها مش بتيجي لان هم خلاص دفنوها وطالعين على الجيش المدني علشان يدمروه. وبيرجع هو وميشون مراته للمدينة بخطة ان ميشون تدور على الورق، ويروح ريك للقائد بيل علشان يديله تلخيص إيشيلون. وبتفرح جدا صديقته برقوقة بعودته، لكنها بتقوله ان اوكافور كان غلط وفي طريق تاني. وريك بياخدها على قد عقلها ويقول لها امين يا اسطى. وبتروح بيه للقائد بيل اللي كان جاست تشيلين كده وعمال بيقتل في الزومبي، لكنه بيقوله ان العملية القادمة عبئها كبير عليا قوي يا ريك، او بما ان انت رجعت فعلا لازم تشيل معايا الحمل. والقفة واتنين يشيلوها اتنين وكده هو يعني. اما ميشون بتنجح ان هي تخترق دفاعات المدينة بكل حنكة وذكاء، وبتقدر تلي الحراس وتطلع على اوضة جيدس، لكنها مش بتلاقي الا رسومات. معنى كده ان جيدس فعلا كان في صراع داخلي جواها ما بين الخير والشر. لكن ميشون مش بتلاقي الاوراق وبتبدأ تقول يا لهوي يما، لكن لما بتهدى وتفكر بتلاقي قطة مجوفة وجواها مجموعة اوراق، وبتطلعها وبتلاقي ان فيها كل المعلومات عنها هي وريك ومجتمعهم وولادهم في الكسندريا. وبسرعة بتقطع الأوراق لكنها بتلم قصصاتها عشان محدش يقدر يفهم منها حاجة، لأن ده في أمان لمجتمعها وأولادها من الجيش المدني. لكن أثناء ما هي جوه بتكتشف واحدة من الضباط إن في حد جوه، بتدخل فعلا وبتضطر ميشون تخلص عليها بسرعة وتاخد لبسها وتخرج. بس بتلاقي أرنوبة واقعة على الأرض. الأرنوبة دي بتفكرها بالبراءة اللي موجودة في العالم ده واللي قربت تنتهي منه. وبتسمع نداء لكل اللي موجودين إن هم يدخلوا
قاعة العرض، وبتدخل فعلا القاعة وبتكتشف المصيبة السوداء. لكن في الأثناء ريك بيقعد مع القائد بيل اللي بيديله تلخيص إيشلون اللي رمزه سيف يقتل وسيف يحمي العالم. والقائد بيل بيسأل ريك ايه أبشع حاجة عملتها، ففكر ريك الفظائع اللي ارتكبها وقال له أنا عضيت واحد ومات بعضتي وكأني زومبي، بس ده علشان أنقذ ابني. وبيسأله بيل وقدرت تنقذه، لكن ريك بيقول له لا، مات في النهاية. بالتالي بيل لقى ان ده المدخل اللي هيدخل منه ريك زي ما دخل من خلاله لكل الجنود اللي خدوا التلخيص ده، لانهم خلاص قرروا يعملوا عملية يضربوا مدينة بورتلاند اللي هي حليفة ليهم اصلا بالغاز القاتل المدمر للرئة زي ما خلصوا على مدينة اوماها. والهدف هنا ان هم يسيطروا على المدينة، لان كل قرايات المستقبل بتقول ان العالم هينتهي عاجلا بقى او اجلا، ومفيش وسيلة لانقاذه الا عن طريق سيطرة الجيش المدني على كل المدن الصامدة لحد دلوقتي. بالتالي السيطرة على العالم كله والانقلاب على المجلس اللي موجود حاليا واعلان الاحكام العرفية وقمع كل المعارضين. عشان كده كانوا بيقتلوا كل الفئات اللي هي فئة الف، عشان الناس ما تلاقيش قائد او حد تقف وراه ويلمهم مع بعض ضد القيادة. بالتالي مش هيبقى فيه وسيلة يشعروا فيها بالامان الا عن طريق قادتهم اللي يعرفوهم من الجيش المدني. وبيقولوا انت هتبقى قائد من قادة الجيش في المستقبل، بس لازم يقسم على السيف ويقول له تقدر تجيب كل اللي بتحبوهم ايا كان عددهم علشان يجوا ويعيشوا معانا هنا، وممكن ندي امر ان محدش من القوات يقتلهم واللي يشوفهم يجيبهم على هنا. لكن فجأة كل الذكريات بدأت ترجع لريك، لكن خلاص ريك رجع لريك بتاع زمان وبيشوف بيل ده من نظرة ريك. لكن ريك بيفاجئه ويرزع له وردة في كتفه، لكنها مش كفاية وبيرد عليه بيل ويحاول يغزه بالسيف. لكن ريك أقوى وأسرع منه وبيرشق فيه السيف ويقول له إحنا السيف اللي بيقتل والسيف اللي بيحمي العالم، ويقتل. وفي الأثناء بتكتشف ميشون إن هم هيسحبوا 10% بس من الأطفال اللي اختاروهم بعناية من مدينة بورتلاند طبقا لدراسات اتعملت على تاريخهم وتوجهاتهم السياسية المحتملة، وهيسيبوا باقي الأطفال يموتوا عادي. وده طبعا بيصدمها وقرر تسيب القاعة وسط تردد كبير، هل أسيبهم ينفذوا مخططهم ولا أوقفهم وأنقذ الناس. لكن بعد ما ريك خلص على بيل بيحاول يبعد برقوقة ويقول لها إن بيل في الغابة، لكن برقوقة لما بتروح الغابة بتكتشف إن ريك بيكتب عليها. وبياخد ريك كتة بيل في صندوق ويطلع بيها علشان يروح لمقر اجتماع القاده. لكن اثناء ما بيدخل الاسانسير بيدخل معاه واحد والدم بيبدأ يسيل من الصندوق. يا لهوي، ده هيشوف الدم ولا ايه؟ لا، لما باب الاسانسير بيفتح بيشوف الدم ويتعارك مع ريك. ده شكله ضخم وممكن يضره جامد، وبيقدر فعلا يضرب ريك ضرب مبرح. لكن ريك بايده الصناعيه بيقدر يديله ضربات موجعه ويفضل يضرب فيه لحد ما سلطح راسه خالص. وبيوصل الاسانسير وبيكتشف انها ميشون جايه علشان توقف المجزره اللي هتحصل. وبفضل معرفتها بنيت بتقدر ميشون تجمع مجموعه من المتفجرات، وبيتجهوا فعلا ناحيه الاجتماع الكبير. وبتروح برقوقه اوضه ريك وبتشوف ان هو ساب الايد الصناعيه بتاعته، وبكده عرفت ان هو خلاص هيتخلى عن الجيش المدني وفي حاجه تانية في دماغه بيخطط لها. وبتروح برقوقه لمكان الاجتماع الكبير وبتحس ان في حاجه غلط. وفي الاثناء ريك وميشون بيروحوا على قنابل الغاز ويفخخوها بالقنابل علشان تكون القنابل اللي هيرموها على مدينه كامله هي القنابل اللي هتموتهم. وبتبدا برقوقه تفكر في كل حاجه حصلت من ساعه ما جت ميشون، ذكيه قوي بسم الله ما شاء الله. وبتدرك ان هي مراته اللي كان بيدور عليها. وبيطلعوا جثه بيل وجثه الجندي اللي ريك قتل وبيربطوهم في القنابل بعد تحركهم كزومبي علشان يدوهم فرصه يهربوا قبل ما القنابل تفرقع. وبيخرج الاتنين بسرعه، لكن بيكون برقوقه في انتظارهم وبتأمره برقوقه يرجع ويبطل مفعول اي حاجه عمل. وبيعملوا ان هم راجعين فعلا، بس اول ما بيظهر زومبي بيل بيجروا بسرعه ناحيه علم وصناديق الميه. وبتتصدم برقوقه وهي بتشوف القائد بيل بيفرقع قدامها هو وكل القادة الكبار، وبيحاولوا يأخروا نفسهم في الخروج. لكن برقوقة بتفضل تنادي على ريك، بالتالي لازم يخرج لها. وبيقول لميشون روح انت هاتيلي خوذة ضد الغاز. وبيطلع فعلا لبرقوقة اللي طلعت لابسة قناع غاز، لكن الاتنين بيتعاركوا وبتقول له انت دمرت العالم. لكن هو بيقدر يضربها ويوقعها، بس بيتلم عليه حبة زومبي رخمين قوي. وكل ما يزق زومبي واحد يجيله 2 و3. وبتظهر ميشون لبرقوقة وتروقها، لكن بيقرب منهم زومبي وبرقوقة بتخلص عليه. وبتقول لها برقوقة مفيش حب في عالم الزومبي. لكن ميشون
بتغزها وتقول لها الحب موجود. وخلاص ريك هيموت وبيضطر يسحب شريطة بومبا من واحد من الزومبي ويفرقعهم كلهم، بس بيقدر ينقذ نفسه منه. وبيلاقي ميشونو وبتديله برقوقة خزتها وتقول له اتمنى لو بيل كان مخطئ. وبيتحركوا بسرعة قبل ما يتلم عليهم الزومبي ويقطعوهم، وبيجروا على احد المستودعات وينطوا فوقيها اثناء ما قطيع الزومبي بيقرب منه. والقادة الجدد بيقرروا يدوا الحرية لدخول او خروج اي حد من المدينة، وكمان هيبعتوا مساعدات لاي مدن يلاقوها. وبيرجع ميشونو وريك اخيرا لاولادهم، وينتهي الموسم الاول من مسلسل ذا ووكينج ديد ذا وانز هو ليف. هل عجبكم المسلسل ولا لا؟ يا ريت تقولوا لي تحت في التعليقات. لو عجبكم الفيديو ده بقى ما تنسوش تدوسوا لايك وشير للفيديو عشان نقدر نوصل لعدد اكبر من الناس. ولو عجبكم المحتوى بتاعي ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش اي فيديو. ولو بتتابعوني على الفيسبوك اعملوا لايك وفولو للصفحه، وادعوا لاهلنا في غزه عسى ان تكون ساعه استجابه. بس ما تخلوش اي فيلم او اي فيديو يلهيكم عن الصلاه وعباده ربنا. خلاص كده الفيديو خلص، اشوفكم فيديو جاي. سلام عليكم.